ما بغيناش هذا الشيء هذا يتفقد في الحكومه وتبقى جالسه لنا فوق ريوسنا ويبداو الناس كيتوجهوا للسلطان مباشره. ولكن هذا السي عزيز أخنوش الذي تصوره اليوم كغول يجمع بين السياسة والمال ويستربح من منصبه كرئيس حكومة، ألم يصنعه في جزء كبير من مساره السياسي عبد الإله بن كيران نفسه وحزب العدالة والتنمية نفسه الذي ظل يدافع عنه طيلة ولايتين؟ وحتى لما خرج وما كانش حزب التجمع الوطني الأحرار، أنت شخصيا قلتي هذا ولد الناس وخليتيه معك في الوزارة واخا ما كانش في التجمع الوطني الأحرار، وكان رجل أعمال وكان يستفيد من صفقات عمومية وكان حتى يمول البرلمان والوزارات بالمحروقات وما كنتيش كتحتج عليه وما قلتي عليه حتى شي حاجة، بل حتى في البلوكاج الذي أسقط حكومتك وكانت لك كل الشرعية فيها أن تؤسسها كان بسبب تشبتك في البداية بعزيز أخنوش، واخا قال لك تسنى ندخل معايا واحد جوج ثلاثة اخرين، في حين كان ممكن تقول لي سي عزيز أخنوش صافي ما بغيتيش تدخل الله يعاونك وتشكل أغلبية بدون التجمع الوطني للأحرار. لا، شنو اللي بدل عزيز أخنوش اللي كان معك على عزيز أخنوش اللي دابا أو صورتك عليه؟ شوف بغيتي تعرف الحقيقة، أنا كان عاجبني عزيز أخنوش كان عاجبني، وملي عيني سيدنا رئيس ديال الحكومة كنا كنتداولوا شكون اللي غادي يكون وزير ديال الفلاحة، وما كان بان لي حتى شي واحد. كانت عندي مقترحات من الأحزاب اللي كانت معايا في الأغلبية، كان معايا الحركة الشعبية وكان معايا الاستقلال وكان معايا التقدم والاشتراكية. واحد النهار كنهضر مع سيدنا وجبد لي يا عزيز أخنوش، قلت له نعم سيدي راه أنا بغيت وراه هو اللي ما بغاش. شوف شكل الحكومة الأولى تصنت، خصك إلا سولتي تصنت. هاي نتأكدوا واش الحكومة الأولى؟ الحكومة الأولى مفهوم. جا سيدنا عيط عليه قال له شنو هادشي الناس باغيينك انت، وجا هو تيقول لي كلا طريحه عليها ورجع كيجري. وانا اللي عينته وزير ديال وانا اللي اقترحته على سيدنا وزير ديال الفلاحه وعينه برغبه مني ومن جلاله الملك، كل صراحه كل صدق. وانا تنعتبر باللي السي عزيز أخنوش ولد الناس، باقي كنعتبر ولد الناس لدابا، ما غيرش الراي ديالي. وفعلا باه السمعه ديالو رحمه الله كانت جيده جدا، وبالنسبه لي انا كوزير ديال الفلاحه كان ناجح خلال الممارسه الاولى، حيت في الثانيه صافي هذاك بان لي الامور ماشي هي هذيك. خلال الممارسه الاولى يعني اللي بان لي هو انه السي عزيز أخنوش ما تيقبل حتى شي مراقبه تقرب له الوزاره ديالو، وانا كنت داير له في الحقيقه بحال شي ولد مفشش بكل صراحه. كنقول هذا واحد النوع ديال الوزراء يعني جايين من القطاع الخاص كيعرفوا التدبير الى اخره، حيت السياسيين خصهم يكونوا في الحكومه، ولكن كاين بعض الناس تيكونوا ناجحين في القطاع الخاص حتى هما تيخصهم يكونوا في الحكومه، علاش لا؟ حتى جا المشكل ديال واحد الصندوق اللي فيه 54 مليار ديال الدرهم، عالم قروي ديال تنمية العالم قروي، تنمية العالم قروي. راه ما بقيتش نعقل مزيان فهمتي. وانا الاصل ديالي هاد الصناديق وهذا الشيء كنعطي فيها التفويض، وكنت غنعطيه فيها التفويض. جا ودار واحد الوزير اخر بلا ما نذكر الاسم ديالو، دار واحد اللعيبه باش نقول لك بصراحه باش ياخذها، خاف لا تمشي لوزاره الداخليه، بكل صراحه نقولها لك ودازت عليك. ايوا بلاتي، ولكن اللعيبه دار عليا انا، ما دارش على واحد اخر. خلينا نكمل لك. من تمايا تكهربات العلاقات. اللي وقع لنا هو انه يعني هذا السيد هذا ملي ولا رئيس ديال الحكومه فتحات الشهيه ديالو اكثر من القياس. حنا دابا غير نعطيك مثال بسيط، لوينو كتشري الفيول وربما كتشري بعض المحروقات اخرى، البيدجي ديالها 244 مليار ديال السنتيم. دخل هو للمناقصه، خدا هذاك الصفقه في نفس الوقت اللي باقينا يد الصداع على تضارب المصالح في القضيه ديال تحدية المياه ديال البحر. قلنا له السي أخنوش واخا تكون انت قادر باش تبيع ارخص، ما تاخذش كل شيء،
244 مليار ديال السنتيم تعيش على الاقل واحد 4 ولا 5 ديال الشركات. الا خديتي واحد الطرف واخا يكون كبير شي بس ما كاين، كيخلي الاخرين شي حاجه. فالسيد، وهذا الشيء دابا اللي كنقول لك هو غيض من فيض، يعني السيد يعني غادي تيحاول يلتهم كل شيء، ومازال ما فهمتش انا حتى علاش، لانه ماشي معقول. ولكن انت قلتي لي واحد القضيه، قلتي لي كنتي كتقول عليه وكتقول عليه راه سيدنا نوح ماشي وزير كان معاه في الحكومه، ولده ما طلعلوش هو هذاك، ماشي غير عز اخنوش مع عبد الاله بن كيران. واش فهمتي ولا لا؟ ملي واخا، ولكن دابا الانتقاد اللي عندكم في العداله والتنميه السي عبد الاله بن كيران واش غير اخلاقي من حيث تضارب المصالح وهذا الجمع بين المال والسلطه وكونه رئيس حكومه وتاجر ولا رجل اعمال، ولا كاين خلاف هنا قانوني اللي يمنع ويجب ومن المفترض ان يمنع رئيس الحكومه من ان يمارس مثل ما هو فيه اليوم ويقتضي ربما متابعته ولا اسقاط؟ القانون يمنع، ولكن القانون تيقول أحمد مطر إن الذي يملك القانون في بلادنا هو الذي يملك حق عزفه. كتعرف القانون ديال الموسيقى هو هذاك، خصو يكون في يدك كدير به اللي بغيتي. هذا السي عزيز دار داكشي اللي خصو يدير في القانون. شنو هو القانون؟ القانون هو انه تيخرج من لي ريسبونسابيلتي ديال الشركات كلهم اللي كان فيهم، ما تيبقاش هو لو باترون. دونك هذا الشيء اللي كاين في العالم كله، الا ما بقيتيش انت هو لو باترون الناس كيتخيلوا او كيتصوروا انك صافي هزيتي يديك. لا، هو تنظن حنايا عندنا قناعه جازمه انه باقي كيسير الشركات ديالو، ولكن هذه غير قناعه، عندنا حنا معارضه وداك الشيء اللي كنشوفوا. ولكن ملي جا للبرلمان وبدا كيدافع على الحق ديالو باش ياخذ الصفقه بدون حياء في الحقيقه، ورط راسو واكد انه في نفس، لانه كتعرف بلي رئيس الحكومه هو الرئيس ديال اللجنه ديال الاستثمار، هو اللي تيقرر شكون اللي غيدخل الصفقه، فهمتيني ولا؟ هو اللي تكون عنده المعلومات، هو اللي تيحل، ياك السي ادريس، هو اللي تيحل يعني داك اش كيتسموا طلب العروض بمعنى اخر هو اللي تيحل داك العروض ديال الصفقات، هذا تيقول كذا. اذا وفي نفس الوقت يجي البرلمان ويقول كذا وكذا، لا ماشي معقول. اون برانسيب الحكومه كان خصها داك النهار طيح. هاد مساله الحكومه كان خاصها تطيح، كان خاص السي عز اخنوش واش ماشي بعد الشيء يقدم استقالته. عبد الاله بن كيران بقى في قلبه ولا في صدره غصه من 2016 ومن البلوكاج اللي قاده بوضوح عزيز اخنوش ضد عبد الاله بن كيران، واليوم عبد الاله بن كيران في حسابات سياسيه ضد عزيز اخنوش بغض النظر على تسييره ولا حصيلته في الحكومه. كيفاش؟ عندك حساب معاه لانه هو دار لك البلوكاج في 2016. شتي شحال من واحد عندي معاه حساب، ولكن ديال اخنوش كان قاصح بزاف. لا دابا هاد الهضره هذه ديال العيالات في الحمام، مع كل الاحترام للنساء اولا والمشتغلات في الحمام ثانيا. اسمح لي تسمح لي السي بن كيران، لان اللي ما نقدرش ندوي معك بهذا الاسلوب، ولكن احترموا النساء والعاملات واحترم كلامي لك. انا مسامحك جدا، ولكن نقطه نظام لابد من نقولها. تفضل جاوب بكل ادب واحترام، انا معك. اسمح لي، شوف تفضل. انت عندك الحق تسال كيف ما بغيتي، انا عندي الحق نجاوب كيف ما بغيت، وعندي حق التعقيب كما اريد، خصوصا لما تمس كرامه المراه المغربيه. المراه المغربيه لما تمس كرامتها ولما تجاوبني باسلوب اراه غير لائق من حقي انني نجاوبك، لاني انا ما نقدرش نقول لك السي بن كيران راك كتجاوبني بلغه كذا او كذا او غير ما تسمح. لا، اخلاقي لا تسمح لي بها. مع اخرين، ولكن معايا ما نقدرش نديرها، اخلاقي لا تسمح لي بها. قلتي اللي بغيتي. شوف، لا لم اقل عيبا. ما كاينش في السياسه عندي حساب مع كل شيء، عنده حساب مع كل شيء، ولكن ملي كتلقى، انا كان عندي حساب انا والسي نبيل بن عبد الله قديم، وقلت له كلام قاسي ذات وقت، وتا هو كان ما كيقصرش. هو في 2003 قال الحل هو الحل ديال
ديال المشكل ديال العداله والتنميه هو حل العداله والتنميه. هذا ماشي حساب. وانا قلت له عاوتاني حتى انا ما قصرتلوش، فهمتي ولا؟ النهار اللي كنا مرشحين باش نوصلوا للحكومه قال قال هو ديك الساعات هادو واخا يوصلوا للحكومه انا ما غنشاركش معهم. قلت له الوالده قالت لي العزباغي يقول لي الخير، اما العزري تزوج. عاوتاني يقول لي هذه علاش كتجبد العيال. ولك الحق في كلام. خليك، واش هذا حساب ولا ماشي حساب؟ اسمح لي انا سياسي مغربي كنفهم المغاربه. انت الا بغيتي تلعب الدور ديال الاخلاقي هذا شغالك. انا نقول لك وانا عندي زايد نقص، وخصك تفهم واحد القضيه. هذا السيد هذا السي عزيز يكون عندي معاه حساب ولا ما يكونش عندي معاه حساب، هذا ما داخلش في الموضوع. واش ظلمته؟ ولانك راك تكدف عليه سي بن كيران. نعطيك مثال اللي انت غالط 100%. النهار اللي وليت انا امين عام ديال حزب العداله والتنميه كانت واحد خويتنا خارجه بواحد الشعار كتقول للسي عزيز اخنوش ارحل ارحل ارحل. جيت انا قلت جيت انا للمجلس الوطني لقيت الاخوان سخان بغاو تا هما يدخلوا في ذاك، هما اللي عندهم حساب فعلا بغاو يدخلوا في ذاك الحمله ديال ارحل ارحل. يلا تعيد السيد بشهرين. قلت لهم ماشي معقول، خليونا نشوفوا هذا السيد هذا. انا سمعت ان السي عزيز غادي تفتح له المجال وغادي يشتغل وغيخدم وكذا. قلت لهم خليونا نشوفوا اش غيدير، الا دار شي حاجه اللي فيها المصلحه ديال البلاد حنا نصفقوا له، الا ما دارش ديك الساعات صبرنا عام وانا مسكت الاخوان ديالنا في البرلمان. نرجع نشوف في الاخر تيتبان لنا السيد غادي تيجري، فهمتيني ولا لا؟ المهم كاين بزاف د الحوايج كيمكن له يتقالوا حتى في المقاصه الى اخره. قلنا ما يمكنش دابا، لا دابا غنبداو تنوقفوا البيضه في الطاس جهد المستطاع. هذا التوقف ديال البيضه في الطاس الى اي حد اليوم سي عبد الاله بن كيران قادر عليها، خصوصا انه الخصوم ديالك ولا حتى اليوم ناس من داخل حزب العداله والتنميه كيقولوا سي عبد الاله بن كيران بركه ما وقع عام بعد 2016 ومن بعد خروجك حتى من الامانه العامه، غير بغيتي ترجع وغير بغيتي تعاود ربما تلعب مباراه جديده بما انك تكلمتي بلغه اللاعب كنت في غنى عنها. دابا انت ديمقراطي ياك؟ انا ماشي ديمقراطي، انا صحافي. انت ماشي ديمقراطي طيب، ولكن المفروض ان تكون ديمقراطي حيت العالم كله اليوم ديمقراطي. دابا 81% ديال الناس في المؤتمر الاستثنائي صوتوا على عبد الاله بن كيران غير بغى يرجع. هاد 81% شنو نقولوا لهم؟ من 1200 واحد 1000 وزياده 1000 كذا و50 ياك السي نزار باقي عاقل شي حساب ولا والو؟ فهمتي 1000 كذا و50 واحد قال لك السي عبد الاله رجع، هذا غير عبد الاله بغى يرجع. دورت معاهم خلعتهم اش درت لهم؟ علاش القيادات ما دعموش؟ الحزب ديالي هو هذا بلاتي الحزب ديالي قال لي رجع، رجعت لانه انا واخا تكون عندي الرغبه نرجع ولا ما تكونش عندي الرغبه نرجع، انا ما كنخويش بديولي. وقفوا عليا ما نخبيش عليك، كنت يلاه جيت من فرنسا عملت عمليه على البروستات، فهمتيني ولا؟ وكل شيء تيعرف شنو هي العمليه على البروستات والعواقب ديالها، لا باقي كنعاني منها الى الان. ومع ذلك ومشيت للمؤتمر في هذيك الحاله لا اراك الله ولا ابتلاك الله بها، فهمتيني ولا؟ يعني ومع ذلك مشيت لانه الاخوان ديالنا طلبوا مني باش نمشي. طيب دابا كتقول لي بعض الاخوان من داخل العداله والتنميه كيقولوا بركه مبارك مسعود راه كاين عندنا المؤتمر 26 ابريل، يجيو يقولوا للمؤتمر بركه، يصوت المؤتمر باش بركه على عبد الاله بن كيران يمشي لدارهم. ماذا سيقع في الدنيا؟ لا شيء. ولكن الا كانوا كيقولوا بركه 5 ولا 6 ولا 10 ديال الناس، فهمتيني ولا لا؟ والاخرين ما تيقولوش بركه، نخليو الاغلبيه ونتبعوا 5 ولا 6 ولا 10 ولا 15 ديال الناس. هذا حيت حنايا دابا واحد القضيه، حنايا دابا واحد النهار هذاك الدويري ديال سميتو قال له هاد العرب فيهم واحد الحاجه عجيبه. قال له شنو هي؟ قال له كيتشبتوا كينتقدوا الحاجه، كيتشبتوا بالحاجه وينتقدوها. الاخر بقى غير كيشوف. قال له بحالاش؟ قال له سايكسبيكو كلشي كيسبها ياك؟ قال له حنا كاملين متشبتين بها، بقى غير كيشوف. كاملين متشبتين بها.
غير الا كتقولوا الديمقراطيه، راه الديمقراطيه غاديه تحكم. الا كتقولوا حاجه اخرى قولوها لينا، حنا هادشي اللي قلتوا لينا درناه. الديمقراطيه الموجوده في العداله والتنميه لا يوجد مثلها حتى في سويسرا. وشوف طيب. وتنقول لك الكلام وانا استشعر رقابه الله علي. استمرار عبد الإله بن كيران ولا حتى صعود الحكومة المقبلة مرتبط بماذا كحلول اليوم أو حتى كقوة اقتراحية وانت في المعارضة؟ ما نحتاجه اليوم ويحتاجه الجمهور هو شنو هي القيمة المضافة أو الحلول اللي جايبها العدالة والتنمية اليوم، لأننا أمام عرض سياسي. كاين مشاكل في البطالة، في التشغيل، في غلاء الأسعار، في النمو الاقتصادي. واش اليوم عندكم حلول لهذه المشاكل اللي كيعيشها المغرب اقتصاديا واجتماعيا؟ شوف، قبيله كنتي كتقول حزب عنده 12 ديال النواب البرلمانيين كيفاش يوصل لا بريماتور. دابا كتقول لا وصلتيو اش غدير؟ او من دورك داخل المعارضه. خليني نقول لك، لا المعارضه حنا خدامين فيها، ودابا حنا اللي عندنا 12 ولا 13، حنا عندنا 13 ماشي 12. بالنسبه لي راه واحد مهم. غير كيحسب غير المزلوط ملي كانوا 125 دابا اللي عندي 13. لا بدا نحسب. دابا المعارضه حنا قايمين بها الان، واذا كنت منصفا قل لي شكون الحزب الاكثر نشاطا في المعارضه؟ بل ساقول لك اكثر من هذا، قل لي شكون الحزب الاكثر نشاطا في المعارضه والحكومه معا. سولوا الناس، سولوا. طيب انا ما عنديش بارومتر باش نقول لك شكون، ولكن اعطيني شنو. انا عندي بارومتر. شنو كيقدم اليوم العداله والتنميه؟ ها احنا عندنا هذه المشاكل اللي اليوم انتم كتنتقدوها وانتقدتوها في هذه الانشطه ديالكم على مستوى التشغيل والبطاله، على مستوى النمو الاقتصادي وغلاء الاسعار مثلا. دابا حنا ماذا تملكون كحلول؟ نحن كمعارضه الدور ديالنا من بعد ما اقتنعنا باللي هذه الحكومه لم تحل مشاكل المغرب، وباللي هذه الحكومه تنعتبرها انها اذا استمرينا في هذه الطريقه هذه وبقات الثقه تتنقص غنقدروا نوصلوا لشي حاجه ماشي هي هذيك. وما دام متخوفين باش نوصلوا لشي حاجه ماشي هي هذيك، بحالاش كنتكلموا الكلام وتنقوموا بالدور اللي كنعتبروه منطقيا. اذا كان شي منطق في البلاد خاصو يؤدي للتغيير ديال هذه الحكومه، واخا ولو نحافظوا على التشكيله الحزبيه، وداك الشيء خصو يؤدي للتغيير ديال هذه الحكومه. هذه هي القناعه ديالنا حاليا كمعارضه، ماشي باش نجيو حنا في بلاصتها دابا او لا نعملوا انتخابات سابقه لاوانها. ديك الساعات جابتنا الظروف وجابتنا الانتخابات، وهذاك ما جابتناش الانتخابات. محتاجين انتخابات سابقه لاوانها دابا؟ محتاجينها؟ ايه طبعا. علاش؟ طبعا اشنو هو دابا باش حنا عايشين؟ فين هي الثقه في الحكومه؟ علاش كتبنى الدوله؟ واش ما كتشوف شيء؟ الشارع يموج في كل مره، ما كتشوف شيء المظاهرات، ما كتشوف شيء الاضرابات، ما كتشوف شيء هذا الشيء. المؤشرات ديال الثقه في الحكومه نازله الى اقصى درجه. ما دامت نازله هذا الشيء غير معقول. هذا الشيء لا يمكن تعتبره بالجفاف نهائيا، لا الظرفيه الاقتصاديه لا المساله ديال، لانه كاين جوج ولا ثلاثه الامور اساسيه اليوم تعاب على الحكومه. البطاله المرتفعه اللي كتناهز 14%، نسبه النمو 13.6%. لا هذيك ديال المندوبيه الساميه تخطيط ديال الاحصاء هذاك مؤشر، والمؤشر ديال المندوبيه الساميه تخطيط شيء ثاني، ان حتى ذاك 21 في عهد العداله والتنميه كان 18%. في شنو اللي كان 18% في الاحصاء ديال 2014. رجع الارقام وشوفها. لان لا سي عبد الاله بن كيران، نسبه البطاله التي تقدمها المندوبيه الساميه لهذيك الدوريه، اما ديال الاحصاء السنوي ديال الاحصاء ديال السكان والسكنى مؤشر ثاني ومختلف. رجعوا لها وتاكدوا عليها. ممكن رجعوا لها وتاكدوها، راه معنا السنجار ومعنا الازل. كانت في الاحصاء ديال 2014 اعتقد كانت 18 في الاحصاء. السير كريم في الاحصاء طومو كونتر لو ميان، نتاكدوا منه. حتى الكلام نتاكدوا منه. تاكد خصك تعتذر. نعتذر بكل اريحيه. هذا حاجه انا نقول لك اليوم، نقول لك واحد القضيه. بغيت تعرف الحقيقه، البطاله دابا اكثر من 21%. البطاله بالخصوص في واحد المستوى ديال السن كتفوت 30%، ولكن 21% هذه كاينه دابا الشباب وحاملي الشواهد. في الوقت اللي كان لا هذيك الشباب حاملي الشواهد فيها اكثر من 30%. والى سمحتوا